النادي الاهلي بيتعادل مع فيوتشر في مباراه التعادل فيها نتيجه عادله للطرفين، انت بسبب اهدار الفرص السهله والرعونه بتاعت حسين الشحات وبيرسي تاو، وفيوتشر بسبب الاستموات الدفاعي اللي هو كان عامله بالذات طول الشوط الثاني. بدايه بس في حاجه عايز اقولها للناس امبارح اللي ماسكه اللعيبه نازله تقطيع جامد قوي. انت الفرقه اللي هي ما بتتغلبش خالص دي انت شفتها فين؟ بقى ايه المشكله نتعادل ماتش ولا نتغلب ماتش؟ ايه المشكله؟ انت في الدوري تاني حاجه يمين شمال، ما ان شاء الله هتاخد الدوري، يعني فرقت معاك ايه؟ هيتحسم دلوقتي اهو يا عم، هيجي لك زي الفل تحسمه على ماتش الزمالك. عايز احسن من كده؟ خدت بالك؟ فكده كده الدوري ان شاء الله هتاخده، انت حتى لو قضيتها تعادلات هتحسم الدوري وهتاخده برضه. يا سيدي ضاع بالسلامه. انت كان عندك الاهم ال 11 ولا الدوري؟ خدت بالك؟ فكميه التقطيع، انا ما بقولكش ما تنتقدش او ما تهاجمش، ما تهاجم زي ما انت عايز بس بالعقل. ما تبقاش عامل اللي هو فرقه تكسب يبقى كله زي الفل ولاعيبتنا دي تستحق تروح ريال مدريد، ومجرد ما يتغلبوا اللعيبه دي تتطوح وملهاش لازمه. يعني في خبر انهم لك في البدايه كده، بدايه عندك محمد عبد المنعم متقدم له عرض رسمي النهارده لمده سنه اعاره من نادي اتحاد جده السعودي، يروح يزامل كريم بنزيما وكانتي، عشان تعرف بس قيمه لعيبتك وقيمه الناس اللي في موجوده عندك في الفريق، عشان لما تهاجم بعقل. يعني محمد عبد المنعم النهارده مرشح يروح يزامل احسن لعيب في العالم، كريم بنزيما. احمد حجازي ليه مقربين في نادي اتحاد جده السعودي اتكلموا معاه ان انت حجازي معاك سنه او 10 شهور عقبال ما ترجع تاني الملاعب، فمحتاجين مدافع ترشح لنا مين؟ قال لهم محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي، هرشحه لكم يجي موسم اعاره. فالنهارده متقدم عرض رسمي للنادي الاهلي موسم اعاره لمحمد عبد المنعم، فمحمد عبد المنعم مرشح يروح يزامل كريم بنزيما، فبالراحه على اللعيبه. تاني خبر، امام عاشور امبارح بعد ما الجماهير قعدوا يقولوا صالح سليم مش ناسينه وامام عاشور مش عايزينه، بدات اداره النادي الاهلي تتراجع شويه عن فكره ضم امام عاشور، رغم وكيله اقترح فكره المبادله ما بين الطرفين، ما بين ميتلاند الدنماركي ياخدوا ديانج ويدوك امام عاشور، لان القيمه التسويقيه النهارده بين الاثنين حوالي 100,000 دولار الفرق، يعني فالامور بسيطه. لكن امبارح بعد هجوم جماهير النادي الاهلي على امام عاشور بدات الاداره تاخد خطوه للخلف كده، لان شايفين الجماهير مش قابله. انا من وجهه نظري، يعني انا بالنسبه لي امام عاشور لو يجي النادي الاهلي لازم يطلع يعمل فيديو يعتذر جماهير النادي الاهلي، يعني ما ينفع بقول لك اعتذر قبل كده، انا ما شفتهاش. فامام عاشور بالنسبه لي لو كده لا، يطلع يعمل فيديو يعتذر فيه لجماهير النادي الاهلي قدام الناس كلها. ده الخبر اللي حبيت اقوله لك في الاول، عشان لو مش هتكمل معايا تبقى ايه، جبت يعني عرفت الخلاصه. نخش بقى على المباراه. بدأ مستر كولر المباراة امبارح بالشناوي، عبد المنعم، ياسر، هاني، علي معلول، مروان عطية، ديانج، القندوسي، تاو، الشحات، كهربا. كابتن علي ماهر عنده غيابات في الدفاع رهيبة، على رأسهم كابتن سعد سمير، فطبيعي امبارح ان هو يدافع. يعني امبارح حتى برضه من ضمن الكلام اللي بيقول لك عمال يهاجم في اللعيبة، هو انت امبارح شفت فيوتشر؟ هو باستثناء الكرة اللي جابها احمد عاطف في الشوط الاول، جابها جون واتلغت بداية التسلل، هل انت شفت حاجة لفيوتشر؟ الشوط الثاني هم جم اصلا، انت شفتهم؟ فانت امبارح عملت كل حاجه في الكوره الا انك تجيب اجوان. عارف كابتن علي ماهر هيدافع لان الراجل عنده نقص دفاعي رهيب، فبدا يعمل ايه؟ كهربا امبارح مش كان مراقب، ده كان مقبوض عليه. كهربا امبارح ما كان مش عارف يتنفس، حتى تلاقيه كان عمال يشوح كتير ومتنرفز كتير لانه مش واخد، مش لاقي حركه، مش لاقي مساحه يتحرك فيها. فبدا يعمل ايه مستر كولر علشان يعمل كثافه هجوميه وعلشان يقدر يعمل خلخله للدفاع ده؟ خلى تاو وكهربا، وجنب كهربا علي معلول بدا يخش كطرف شمال مكان حسين الشحات نزل لتحت شويه يستلم مع القندوسي وابتدوا يصنعوا لعب. حتى لو تلاحظ كان فيها هجمات مرتده عليه خطيره بسبب ان ديانج ومروان عطيه بس في نص الملعب ما كانوش قادرين يمنعوا خطوره ناصر ماهر واحمد رفعت السرعات بتاعتهم. احمد رفعت وناصر من النوع اللي هو بيمسك الكوره وبيرمي ثرو سريع، واحمد عاطف كمان سريع، فعشان كده كنت بتلاقي هجمات مرتده علينا كتير بسبب ان ديانج ومروان ما كانوش قادرين يلموا من ورا حسين والقندوسي، لان هو زي ما قلت لك تاو خد ناحيه اليمين وكهربا كده كده هو في النص مكانه في الصندوق، وعلى شماله علي معلول. يعني ده من الحاجات المرشحه ان علي معلول من الموسمين الجايين اللي هيلعبهم حته باك شمال، خلاص بقى حته الايه، واخد القطر رايح جاي دي خلاص ما بقاش يقدر عليها، السن بيحكم بحكمه خلاص. ففي اقتراحات في دماغ مستر كولر ان علي معلول هيبقى يلعب زي وينج شمال كده. خدت بالك امبارح جرب الفكره دي وكانت ناجحه. امبارح علي معلول من احسن لعيبه في المباراه وعمل فرص كتير، حتى الجول اللي جه لياسر واتلغى علي معلول اللي عمله. فبقى قدام تاو كهربا معلول، ساقط تحتيهم القندوسي وحسين الشحات علشان يقدروا يعملوا كثافه عدديه في منطقه ال 18 مع الزحمه اللي اصلا المدافعين عاملينها، وتحتيهم ديانج ومروان عطيه عشان برضو يبقوا ضاغطين على اللعيبه، يفسدوا اي هجمه هيطلع بيها نادي فيوتشر.
لكن كان في غلطات بتحصل ساعات بسبب ديانج ومروان عطيه ما كانوش بيلحقوا يلموا ورا اللعيبه دي، كان بيعمل عليك مرتده. تاو والشحات امبارح كانوا بيلعبوا فردي، لعب استعراضي. تاو والشحات كان كل لعبهم استعراضي، كل واحد فيهم عايز يلم اللمه بتاعته، والار 2 دي يحطها في البعيده يا اما يحطها في القريب، عايز جون شكله حلو. اول نص ساعه بعد ماتش البنك الاهلي والكسبانين 3 ومنتشرين بالاداء والنتيجه، بقوا امبارح بيلعبوا بحته لعب استعراضي. تاو والشحات امبارح كان ممكن يخلصوا الماتش من اول ربع ساعه، لكن بداوا يلعبوا فردي لحد ما لقوا المباراه بتتأزم وفي جون بيجي فيك وبتلغي وانت بتجيب جون وبتلغي، بداوا لا يركزوا اكتر. بس كان خلاص انا كنت متوقع ان الماتش ده لو ما جبتش جون في الشوط الاول خلاص هيقفل على كده. كابتن علي ماهر من المدربين الرخمه، ده من الرخمه قوي، وهقول لك ليه. الراجل لاعب 32 مباراه مغلوب في 4 بس. فيوتشر لحد النهارده لاعب 32 مباراه اتغلب في 4 بس. ده يوريك ان هم طول طريقه لعبهم التكتل الدفاعي ده. فبدات انت على مدار الشوط الاول تحاول كهربا بدا يضيع كتير، جات له فرصتين بس مش مؤكدين برضه علشان ما نبقاش بنقصوا عليه، لانه كان مش مراقبه لصيقه، ده زي ما بقول لك كان مقبوض عليه مش مجرد انه مراقب. بينتهي الشوط الاول 0-0. طالع من احسن لعيبه فيه كان تاو وكوندوسي، بصراحه كانوا عاملين ماتش عالي قوي وعلي معلول. بتبدا الشوط الثاني بتمشي توصل لحد الدقيقه 60 انت متسيد المباراه تماما، مفيش اي هجمات خطر عليك. الشناوي ما اعتقدش ان شفناه اصلا، اعتقد ان هو جاب ورقه فلوسكاب وقعد فرده على الارض كده وقعد بقى يناقش مع نفسه كده عرض النصر السعودي، لان ما شفناش الشناوي خالص في الشوط الثاني. فضلت الامور ماشيه لحد الدقيقه 60، وهنا عمل التغيير الصح الغلط. مستر كولر الدقيقه 60 عمل تغيير صح غلط. صح خروج كهربا وصح نزول قفشه، لكن غلط نزول طاهر وخروج الكندوسي. الكندوسي كان عامل ماتش حلو قوي 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 امبارح. قفشه ينزل كهربا يطلع، طاهر ما ينزلش والكندوسي ما يطلعش، فهي كانت تغييره عجيبه. حتى لو تلاحظ طاهر نزل ما نشطش الجانب الهجومي ولا حاجه، هو نشط حاجه واحده، لسان الجماهير على الشتيمه بس. طاهر امبارح حتى في كوره ضيعها قدام ال6 يارده ما تضيعش. فهو امبارح طاهر كان الغلطه ان نزل هو ما نشطش ما عملش اي حاجه، ده بالعكس حافظ على التعادل لنادي فيوتشر. وكلنا بقينا عارفين الماتش ده، افتكرنا بقى ماتشات اللي هي لو فضلت 4 ايام تلعبها مش هتجيب جول. فضلت الامور ماشيه على كده وانت عمال تهاجم وتحاول تضغط وانك تجيب جول لحد ما كريستو نزل. من هنا نزل الولد ده بقى من المواهب يا جدعان اللي انتظروها. كريستو في ميزه مش في لعيبه موجوده كتير قوي، وهي حته الستارت بالكوره. اي لعيب في الدنيا هتلاحظ اول ما بيستلم الكوره بيبتدي بقى ياخد وضعيه الجري ويبتدي يجري، عقبال ما بيجيب سرعته بياخد فيها خطوتين 3. كريستو مجرد ما بيستلم الكوره تاني خطوه بسرعته الطلقه دي زي محمد صلاح. كريستو الميزه فيه ان ده قدام هتستفيد منه جدا، بالذات لما تلعب على المرتدات، لانه بيوصل لسرعته القصوى من تاني خطوه بالكوره، مش بيحتاج لسه ستارت وانه يبتدي يجري، لا مجرد ما استلم حتى لو تلاحظ بيستلم الكوره بيسندها على طول جاي قمه سرعته زي محمد صلاح. فبعد ما كريستو نزل كان ممكن ان هو يعمل اي حاجه، لكن كابتن علي ماهر ركز معاه، عامل الاثنين لعيبه كده، شاور على كريستو وعامل الاثنين لعيبه كده، يعني انتوا الاثنين معاه. حتى لو تلاحظ بقى كريستو مخنوق قوي ناحيه اليمين عمال يسند على هاني، وانه يحاول يلاقي فرصه كانت صعبه قوي. المهم بتنتهي المباراه في الاخر بنتيجه التعادل 0-0. مباراه انت عملت فيها كل حاجه الا انك تجيب جول، فعادي ما يجراش حاجه يا جماعه، وارد انت مش هتكسب على طول، دايما الكوره فيها مكسب وخساره وتعادل. وانت امبارح ما كنتش وحش، تزعل امتى؟ لما انت تبقى وحش. انت امبارح ما كنتش وحش، انت امبارح عملت كل حاجه في الكوره الا انك تسجل اهداف. مستر كولر زي ما بقول لك الحاجه الوحيده اللي غلط فيها فكره نزول طاهر محمد طاهر. طاهر بالنسبه لي بقى اسمه طاهر شكرا. طاهر انت بقالنا كتير قوي صابرين عليك بس انت مش قادر تستغل الفرصه. يعني طاهر الموسم قبل اللي فات كان ماشي، اللي قعده في النادي الاهلي كان الجون اللي جابه في الرجاء في مباراه السوبر، ده اللي خلى طاهر لحد النهارده مستمر في النادي الاهلي. بس كده، ونتقابل المباراه الجايه ان شاء الله مع نادي الاسماعيلي واحنا كسبانين ان شاء الله، وقربنا خطوه اكبر من حسم بطوله الدوري. نتقابل على خير باذن الله والاهلي كسبان. السلام عليكم.